وقفنا المرة اللي فاتت عن سنة 1950 من تطور التكنولوجيا. ايه الفايدة من العرض التاريخي اللي عملناه الحلقة اللي فاتت واللي بنكمله دلوقتي؟ اول حاجة اننا ناخد بالنا كويس ان من 217 سنة بالظبط ظهر اول ضوء كهربي في البشرية، وما كانش مستخدم كمان، كان مجرد تجارب علمية. واول لمبة في تاريخ البشرية اتعملت كانت من 147 سنة، وان من 50 سنة بس اصبحت الكهرباء اساس حياتنا في كل مكان على الكوكب، لكن قبلها كانت مراحل انتشار فقط. يعني من 100 سنة الإضاءة نفسها ما كانتش موجودة في كل حتة، لحد ما نوصل النهاردة التكنولوجيا بقت سحر، روبوتات، ذكاء اصطناعي، ChatGPT، تقنيات حديثة جدا في كل المجالات، نقلة حضارية غير طبيعية بالمرة. متخيل ان اول بذرة انترنت كانت سنة 1969، يعني من 56 سنة بس، وكانت مجرد شبكة صغيرة جدا، 4 أجهزة كمبيوتر متوصلين ببعض بطريقة بدائية جدا، مفيش ويب، مفيش صور، مفيش متصفحات، كانت بس لتبادل ملفات ورسائل نصية بسيطة بين الجامعات. أول موبايل تجاري كان سنة 1983، يعني من 42 سنة، وظيفته بس كانت إجراء واستقبال مكالمات صوتية فقط، لا رسائل ولا كاميرا ولا ألعاب ولا إنترنت. أول موبايل عليه نت حقيقي شبه الكمبيوتر كان 2002 و2001، يعني من 23 سنة بس، لحد ما نوصل 2025 توصل الموبايلات لتقنيات ذكاء اصطناعي. مفيش حد على كوكب الكرة الأرضية ما معهوش موبايل أو ما استخدمش تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ان من 50 سنة بس ما كناش نعرف يعني ايه نت اصلا، والموبايل كان اخره يستقبل مكالمات بس. تخيل حجم التطور التكنولوجي اللي وصلنا له، خلانا احنا نفسنا الناس الكبيرة نحس ان التكنولوجيا دي موجودة من زمان، من مئات السنين مثلا، من كتر سرعة التطور، واننا ما بنكملش 10-15 سنة الا وننتقل نقلة تكنولوجية كبيرة جدا. الاجيال اللي طالعة جديدة بقت التكنولوجيا بالنسبة لهم سحر. الطفل النهاردة يشوف طيارة، روبوت، ذكاء اصطناعي، وده بيعمل ايه؟ بيعمل شلل فكري، مش بس عند الأطفال، عندنا احنا نفسنا الكبار، لأن بيحصل نوع من أنواع الإعجاب بدون فهم، فبتتكون جوانا فكرة إن العلماء اللي اخترعوا ده كله عباقرة فوق البشر. بيحصل فقدان للهوية، احنا مجرد مستهلكين مش فاهمين أي حاجة. ازاي العالم بيجري من حوالينا، ازاي الناس بتعمل لنا ذكاء اصطناعي، وده نتيجة ان العقل البشري لما بيشوف انجاز كبير من غير ما يفهم خطواته بيفتكره خيال او استثناء، بيحصل له نوع من الشلل، وبيبقى شايف انه ولا حاجة، وان في عباقرة وعلماء هم اللي بيعملوا ويخترعوا ويكتشفوا، انما احنا ملناش علاقة بالكلام الكبير ده. وده طبيعي جدا، خصوصا ان مناهج التعليم في الوطن العربي بتعزز ده بشكل كبير، وبتخليك تحس ان في سحر اتعمل، وان العلماء دول من كوكب زمردة مثلا، واحنا بشر عادية ملناش غير ان احنا نسقف ونحفظ المنهج بس. في ظل هذا العبث من التكنولوجيا اللي اكبر اجيال على رؤية نفسها قليلة، وان العلماء دول مش بشر، وان مجالات زي الذرة والذكاء الاصطناعي ملناش مجال نفهمه لانه شيء عبقري، فاصبح من وجهة نظري علم كيف بدأ العلم بقى ضروري جدا دلوقتي، خصوصا للأجيال الجديدة. بقى ضروري نتكلم عن ده في الوطن العربي، لإعداد شعوب واعية مدركة، عارفين إن دي مش قدرات خارقة، وإن مش شخص واحد اللي اخترع ده، دي مئات وآلاف السنين من الأبحاث والتأمل والاكتشاف. وإن الطفرة التكنولوجية الحديثة اللي حصلت نتيجة إن الإنسان عرف يستخدم ويسخر الطاقة الكهربية اللي ربنا أوجدها في الكون في كل حاجة، في تكوين أصغر حاجة وهي الذرة، فيهدى ويطمن ويعرف إنه ممكن يكون مؤثر ومكتشف ومخترع. كل الفكرة إن زمان كان عندك آلاف العلماء والفلاسفة والمفكرين والمخترعين في كل مدينة، دلوقتي عندك علماء أقل عددا لكن بيشتغلوا في مجالات أعمق وأعقد، زي الجزيئات والكوانتم والAI والدماغ والجينات. العلماء زمان كانوا بيفكروا ويتأملوا فيكتشفوا، إنما العالم دلوقتي رحلته طويلة قوي عقبال ما يقدر هو يفكر ويكتشف، لأن التطور بقى حجمه ضخم قوي، وتفكيكه بيحتاج وقت ومجهود كبير. اللي قبلنا كانوا بيبدأوا من الصفر ويبنوا، إنما احنا دلوقتي لازم نفكك جبل من المعرفة قبل حتى ما نبدأ نفكر. زمان مفيش تراكم معرفي كبير، مفيش منظومات ضخمة، فمجرد الملاحظة زائد التفكير بيكون اكتشاف. أما دلوقتي كل حاجة متشبعة ومعقدة، العلم الحديث ما بقاش أفكار بسيطة، ده بقى آلاف الأبحاث بلغات وتقنيات مختلفة.
أنظمة متطورة مش ممكن تدخلها أو تفهمها غير بعد تدريب سنين، مصطلحات متشابكة، بيولوجيا جزيئية، كوانتم، خوارزميات، أنظمة معقدة. علماء قبلك قضوا 300 سنة يبنوا قواعد، فالعالم النهاردة قبل ما يكتشف لازم يفهم العلم القديم، يتقن أدواته ويتجاوز سقفه، وبعدين يبدأ يفكر بشكل جديد. يعني الرحلة بقت أطول، أبطأ، وأحيانا مرهقة عقليا جدا. علشان كده بقت ناس قليلة اللي بتشتغل في مجالات معقدة زي الذكاء الاصطناعي والذرة والدماغ، بقوا قليلين لأن ده بقى محتاج صبر ومثابرة شديدة وعمل شاق علشان يقدر يطلع على كل اللي فات من نظريات وقوانين اتبنى عليها آليات كبيرة زي اللي بنشوفها النهاردة. الفكرة دلوقتي إننا محتاجين وعي، إزاي التكنولوجيا دي اتبنت، إزاي الفكرة جت للعالم، وإزاي طبقها، وإزاي اتطورنا، وإزاي العلوم كانت فروع مستقلة وبقت بمرور الزمن بتخدم بعضها بشكل مترابط وغير مستقل، لحد ما نعرف إن العلماء كانوا بيفكروا، يلاحظوا، يحطوا قوانين ويجربوا أكتر من 100 مرة يتأكدوا من صحة الحاجة، وإن العلم بيتبني طوبة طوبة فوق بعضه، ونعرف إن كل عالم كان ليه مجاله اللي بيبحث وشغوف فيه، واختراعه اللي اكتشفه ممكن يخدم علم تاني ويصنع نقلة تكنولوجية واختراع في مجال تاني، فنكون مواكبين للتطور التكنولوجي وفي نفس الوقت بقينا مدركين لماهية الأشياء. عززنا ثقتنا في نفسنا كبشر قادرين نفكر، نخترع، نتأمل. مش بس العلماء، قدرنا نشوف عظمة الخالق اللي أحكم خلق الكون بدقة متناهية وجعل الإنسان مفكر وباحث ومستكشف لعظمة خلق الله. ودي رحلتنا إن شاء الله في القناة، هنمسك الاختراعات ونفككها واحد تلو الآخر، هنفكك النظريات وإزاي العلماء كانوا بيفكروا، إيه اللي خلانا نوصل لهنا. نرجع بقى لموضوعنا. من 1950 كده يعتبر دخلنا ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا، وهي ثورة الإلكترونيات. سنة 1946 يكون أول كمبيوتر إلكتروني عملاق، Electronic Numerical Integrator and Computer. ما كانش جهاز زي الكمبيوتر اللي قدامنا دلوقتي، وزنه كان حوالي 30 طن، مساحته كانت حوالي 167 متر مربع. اتبنى في الأساس علشان يخدم الجيش الأمريكي في الحرب العالمية التانية، كانوا محتاجينه يعمل حسابات دقيقة زي حسابات مسارات القذائف والصواريخ بسرعة ودقة، لأن الحسابات دي يدويا كانت بتاخد وقت طويل جدا. بعد كده اتوسع استخدامه في أبحاث تانية زي الحسابات النووية، التنبؤ بالطقس، مشاكل رياضية معقدة في الفيزياء والهندسة. يعني من 60 سنة ده كان أول جهاز بيجسد فكرة الكمبيوتر الحديث القابل للبرمجة والتوسع. يعني نقدر نقول إن في الخمسينات اللي هو 1950 ده يعتبر بداية انتشار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، راديو، تلفاز، مسجلات، لأن المعيار الأمريكي National Television System Committed للون تم اعتماده رسميا في أوائل الخمسينات، ما سمح بالانتشار التدريجي للتلفاز الملون. أما في السبعينات بقى كانت بداية الحواسيب الشخصية، أول بذرة إنترنت، لحد ما نوصل لبداية التسعينات الإنترنت يبدأ يخرج من الجامعات للجمهور. ظهرت المتصفحات الأولى زي موزيك وبعدها نتسكيب. البريد الإلكتروني بدأ ينتشر بين الناس العاديين مش بس الباحثين. الهواتف المحمولة الأولى كانت كبيرة وتقيلة وغالية جدا، كانت بس للمكالمات من غير كاميرا أو إنترنت. في النص التاني من التسعينات بدأت الشركات والمنازل يدخلها الإنترنت. عبارة انت عندك إيميل بقت عادية جدا، لحد ما نوصل للألفينات، عصر الرقمية والذكاء الاصطناعي والمرحلة اللي احنا عايشينها دلوقتي. ظهور الهواتف الذكية الأولى زي آيفون 2007 غير المعادلة. الإنترنت مش بس بقى على الكمبيوتر، الإنترنت بقى في جيبك. لحد ما نوصل ل 2020 الذكاء الاصطناعي ينفجر، كل شيء متصل، ثورة جديدة في الفضاء الرقمي. احنا لحد دلوقتي بنسرد التطور التكنولوجي كأجهزة واختراعات، مصباح، محطة كهرباء، راديو، كمبيوتر. لكن اللي لازم ناخد بالنا منه ان التكنولوجيا دي ما ظهرتش من فراغ، وراها تطور هائل في العلوم نفسها. بمجرد ما ظهر التيار الكهربي في اوائل القرن ال19 بدأ يحصل ثورة علمية. الفيزياء اتطورت لما اكتشفنا العلاقة بين الكهرباء والمغناطيس، ومن هنا اتبنى علم الكهرومغناطيسية اللي بيفسر كل حاجة من المولدات لحد الراديو والاتصالات. الكيمياء كمان اتغيرت لما فهمنا دور الإلكترونات في الروابط، وده خلى العلماء يصمموا مواد جديدة زي العوازل وأشباه الموصلات.
ومع تطور علم الذرة واكتشاف الإلكترون نفسه دخلنا على ثورة تانية وهي ميكانيكا الكم، واللي كانت الأساس للترانزستور والدوائر المتكاملة وبالتالي الكمبيوتر. بمعنى تاني تطور العلوم هو اللي مهد للتكنولوجيا. الكهرباء كشفت لينا قوانين جديدة في الفيزياء فتحت الباب لفهم الذرة، الكيمياء ساعدت في صناعة المواد، وكل ده اتجمع علشان يبني التكنولوجيا اللي في ايدينا دلوقتي، وده اللي هنناقشه ان شاء الله فيما بعد. اخر حاجة خلي بالك اننا ناقشنا التكنولوجيا الحديثة اللي قامت كلها بمجرد ظهور التيار الكهربي. اذا نقدر نقول ان العصر التكنولوجي الحديث بدأ فعليا من اختراع فولتا للبطارية، لان دي كانت اول مرة الانسان يملك مفتاح الكهرباء كطاقة مستمرة يقدر يبني عليها علوم وصناعات. لكن هل ده معناه ان قبل الكهرباء ما كانش فيه تكنولوجيا؟ لا، خلي بالك التكنولوجيا اللي قبل الكهرباء كانت تكنولوجيا ميكانيكية كيميائية بخارية. التكنولوجيا بعد الكهرباء بقت إلكترونية، اتصالات، كمبيوترات، انترنت. قبل الكهرباء العالم كان ميكانيكي وبخاري، بعد الكهرباء العالم بقى إلكتروني ورقمي. وهنناقش إن شاء الله تطور العلوم قبل وبعد ظهور التيار، وهنناقش برضو ما قبل التكنولوجيا الحديثة، لأن الإنسان ما بدأش حياته بعد الكهرباء، هي كانت ثورة حضارية فقط.